كل لاحق بالله، منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى، بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اسف يا جدعان انا صوتي زباله طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكويسين، وكل فيديو وانتم طيبين. ورجعت لكم يا رجالة في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في كل شيء. فيديو جديد، يوم جديد. اسف على التأخير يا جدعان، بس فعلا انا الفترة اللي فاتت كنت تعبان. الحمد لله رب العالمين، لسه تعبانين شوية بس يعني فوقنا شوية الحمد لله. هنشوف عملنا ايه النهارده وايه اللي حصل وايه دخلنا البيت ده. طبعا يا جدعان كل شيء مات، كله مات. جعفر مات، والتمساح مات، والحربات كلها ماتت، كل شيء راح الى الله الحمد لله رب العالمين. فهي مش مكتوبه لنا شكلها كده غير الحمام بس. فيلا بينا ما نطولش عليكم، يلا بينا. بس بقول لكم ايه، لو عجبكم الفيديو واحد لايك على واحد اشتراك، لو تعرف تشير، عايزين نوصل ل 10000 كده في اسرع وقت. كان زماننا واصلين ل 100000 والله الحمد لله. يلا بينا. بقول لكم يا رجاله، كده في الاضاءه احسن ولا كده من غير اضاءه احسن؟ طبعا النهار لسه طالع، الساعه دلوقتي بالظبط 7 ودقيقتين. طبعا يا رجاله انا كنت فاتح تيك توك، كنت فاتح لايف على تيك توك. اللهم صل على النبي. كنت فاتح لايف على تيك توك وانا بنضف، طبعا من الساعه تهيألي 5 أو 5:30. طلعت طبعا يا جدعان، كنتش عارف انام من التعب والكلام ده كده كله. قلت بدل ما انام والكلام فاضي ده كده كله، عشان لو نمت اصحى متاخر ومش هلحق اصور لكم حاجه النهارده. فقمت مسكت البيبان كلها نضفتها، ومسكت الارضيه وكل حاجه، ودخلنا البتاع ده هنا كده عشان لو هنصور فيه حاجة هنعمل فيه حاجة. فخلينا هنا كده ويشغل المكان شوية، الحمام يقف عليه، فهنستفاد منه يعني بحاجات كتير. فالمهم يا رجالة، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهاردة. تعالوا هنا كده يا رجالة الباب ده، بسم الله. طبعا دولك القص الكركنديات بتوع الراجل بتوع ابو مكة يا رجالة. الحمام بتاع الراجل اللي سايبه عندنا طبعا حصه، طبعا القص حصه. طيب الحمام ده هو المفروض كلها كام يوم والراجل هياخده. طب العمل ايه؟ بصوا بقى يا جدعان، يعني طبعا الحمام ده مش هينفع الحصوايه تتنقل معايا، يعني مش هينفع الحصوايه. يعني ان شاء الله النهارده هتجيب التانيه. انا يعني كنت اليومين اللي فاتوا دول كنت يا دوبك بطلع اكل الحمام وانزل، ما كنتش والله ببص. وانا بنضف يا جدعان لقيت حصوايه، فمش عارف بقى باضت امبارح النهارده بتاع امبارح اول. فالمهم ان النهارده او بكره هيجيب الحصوايه التانيه. فالعمل ايه؟ طبعا انا لما يجي ياخدهم مش هينفع اشيله معاه الحصى، الحمام مش هيرد عليهم، ممكن يتكسر منه. وانا ما عنديش حاجه حضن تحتيها، يعني ما عنديش حاجه حضن منها نستفاد بالبيض. فمن هنا لغايه اما يجي ياخدهم حاجه حصت كان بيها نحضنهم. مفيش حاجه حصت، هضطر اول ما تجيب الحصوايه التانيه هقوم واخدهم الاتنين وشايلهم خالص من تحتيها، عشان برضك الحصى ما يعمرش والقص كده يبقى انا اتحطيت في مأزق صعب. فدولك كده اول حاجه عندنا النهارده. ونيجي هنا يا رجاله للحصى بتاع الاستراليات. وانا بنضف خدت بالي، بص انا عايز بس ايه ما شاء الله دي منقره اهي، دي شكل ثانيه كده. عايز ابص على حاجه جنب الكشاف معلش كده. بص دي منقره تنقيره خفيفه، دي منقره تنقيره خفيفه، بس في واحده بايظه. يعني دي منقره شكلها كده يبقى فيها، بس دي بايظه. دي انا شفتها لو باين، مش عارف هتبقى باينه معاكم ولا لا يا جدعان. اهي بصوا واخدين بالكم عامله ازاي، مكبوسه وبايظه. دي اللي انا خدت بالي منها، التانيه ما كنتش واخد بالي، بس انا لقيت بصوا لقيت فيها ما شاء الله تنقيره اهي، واخدين بالكم منها. عايز اوريها لكم، مش عارف هتبان معاكم ولا لا، ان شاء الله نشوف اهي. واخدين بالكم يا جدعان التنقيره اهي، يعني في تنقيره لو خدتوا بالكم منها اهي. دي يا رجاله يعني ما شاء الله كده ديك ممكن الحصوات دي تطلع تمام. فهنسيبهم يوم تاني وهنشوفه بالليل برضك، يعني بالليل باذن الله هكشف عليهم تمام. يعني هكشف على الحصوايه، هل الحصوايه كبس، هل هطلع الزغلول والكلام ده كده كله. واكتشفت حاجه طبعا ده كله يا جدعان
اكتشفته وانا بنضف، فهنتعامل معاه في الفيديو ده. اكتشفت طبعا انا غبت عن الحمام بتاع 4-5 ايام، يا دوبك باكله بالعافيه وبنزل ما ببصش اصلا ايه اللي حصل، والدنيا كانت زريبه عندهم. فالمهم لقيت زغلول ده كبير بتاع الزر قطيفه والزغلول ده صغير. طب العمل ايه؟ طبعا يا رجاله قمت مجهز الميكس بتاعنا كده زي ما احنا شايفين، تمام. ونبتدي احنا بقى نتعامل مع الزغلول. نقول بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين كده يا رجاله. نفتح بقه كده بالراحه ونقول بسم الله. بس كده احنا زودنا زياده عن اللزوم. يلا انا مش واخد بالي اصلا، بس ايه كده يا جدعان ما شاء الله. المهم يا جدعان بعد ما ودينا الزغلول التاني لقيت ده بردك ايه ناقص شويه كده، فاديته شويه كمان هو كمان يا جدعان عشان بردك ايه فيها شويه ميكس. وبس كده يا جدعان، كده اكلنا الزغاليل اللي كانت ناقصه. تعالوا نشوف حصل ايه تاني في الكام يوم اللي احنا غبناهم دول. طيب يا رجاله عندنا بقى ايه عايزين حصى دول، عايزين نطمن عليه. معمره ما شاء الله الحصويتين دول معمرين كده يا رجاله، وبردك دول الحصايه الحصى بتاعهم معمر. طيب عندنا بقى ايه القص الاستراليات الجداد، هل الحصى بتاعهم معمر هل مش معمر؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. نقول بسم الله ونقدر نقول لكم يا جدعان ان الحصى ده معمر. دي ما شاء الله معمره، ممكن ما تكونش باينه معاكم، شكرا ضربتنا يا جدعان يوريكم. وديت ما شاء الله معمره كده يا جدعان. الحصويتين معمرين، ممكن ما يكونش باين عشان الفلاش شغال في التليفون، بس الحصويتين الحمد لله رب العالمين دولت معمرين تمام. طبعا هنا الزغاليل بتاعت ابو مكه طبعا ما شاء الله بصحه كويسه وزي الفل. انا بصورهم برضك عشان هو بيتفرج على الفيديو، حاجتك في امان وزي الفل ابو مكه، والدنيا زي الفل معاهم ما شاء الله. و شيماء والذكر بساحه ما شاء الله لسه هنعزلهم من بعض يا جدعان. احنا الفيديو ده بس بنطمن كده على بعد عودتنا ايه اللي حصل. ان شاء الله في شغل جامد قوي جاي يا جدعان، مش هنقول ايه ولا امتى، بس في شغل جاي جامد بعد الفيديو ده باذن الله. المهم احنا شفنا دولك اطمنا عليهم بسم الله ما شاء الله. هنا يا جدعان الزغلولين دولك كبروا خالص خلاص هم كحلوه. انا لو عايز افطمهم على كده خلاص هفطمهم بسم الله ما شاء الله. بياكلوا زي الفل وزي القرود اهو زي ما احنا شايفين ما شاء الله. ربنا يا رب يزيد ويبارك. و عندنا ايش كمان دولك كده يا جدعان خلاص اطمنا عليهم وزي الفل واكلنا بنوم والدنيا تمام. دولك لسه ما حصوشي بس قربوا، امتى بقى الله اعلى واعلم، بس قربوا ان شاء الله قريب جدا 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 جدا. وعندنا هنا ايه ده راحت فين يا سوزي؟ يا سوزي فين؟ ايه ده انت بتلعبيني يا سوزي؟ دكر ده بقى عشقها وحبها ومش عايز يسيبها وهي مش عايزه تسيبه، ومعرفش يعني من حلاوه وش امه يعني عجباه يعني مش عارف بصراحه، بس يعني اهو سايبها كده يمكن ناخد منها حصوايه ولا حاجه قبل ما تمشي، يعني مش هي اللي تمشي قبل يعني ما الدكر ما يمشي. فسوزي خلاص نسيتنا مع انها لسه ما خدتش علينا قوي، بس نسيتنا خلاص وخدت الدكر ابو شنبات ده وسايب لهم بقى الباب طالعين نازلين بيستهبلوا كده مع بعضيهم. بتعيش لها يومين قبل ما الدكر يمشي. وي دولك برضك لسه مفيش اي حاجه حصلت معاهم، بس بسم الله ما شاء الله يا جدعان اصل محترمين كويسين وشكلهم طالعين دكرين ربنا يسترها. فعلى الله التسهيل وربنا يستر. هو شكل اني الدكر اني التاني على كده، ده الاتنين بيزوفوا. هو اللي على الشمال ده اعتقد الدكر واللي على اليمين النتايه، والله اعلى واعلم وهنشوف. الله اعلم بقى، يطلعوا دكر وانتايه، يطلعوا دكرين، يطلعوا خنثى، يطلعوا اللي يطلعوه على الله. المهم يا رجاله انتوا عاملين ايه؟ هنا برضك ما شاء الله الزغلولين دول خلاص كبروا خالص وحلووا، ولو عايز انقلهم كده على السن ده خلاص هننقلهم ما شاء الله. لو عايزين ننقلهم كده يا جدعان على السن ده ما شاء الله ننقل. الله اكبر كبروا اهوك وحلووا بسم الله ما شاء الله. فين الزغلول الكبير؟ هو ده الصغير ولا الكبير؟
دي امهم دي. خد يا بت، فين ابنك يا بت؟ لا ده الكبير يا جدعان اهو، وده الصغير ما شاء الله حلوه. نقدر ننقلهم على كده عادي. ممكن ننقل ده واسيب ده شويه وعلى الله تسهيل، بس هنسيبهم بردك يومين 3 يتغذوا عشان لسه بص ما بطنوش. من ناحيه هم بياكلوا تحت اهاليهم، هم بياكلوا ما شاء الله والدنيا زي الفل معاهم تمام. وما شاء الله عندنا هنا وراح فين اهو يا جدعان الزغلول ده كده خلاص عايش. اخر فيديو من 5-6 ايام لما كنا منزلينه كان لسه الريش بتاعه لسه مع كان لسه لا البرنيطه طلعت ولا كان لسه كاسه خالص، كان لسه الريش بتاعه بيسنن كده بيطلع. فما شاء الله دلوقتي بصوا كاسه اهو، بس في بقى حاجه طلع له بصوا كام شعرايه بنيه اهي. فده بيبقى طالع ناتج عن تهجين في الاهالي فاهمين. ممكن بقى تلاقيه كان احمر الكشك مثلا امري جده يعني جدته الكلام ده كده كله. ما شاء الله يا جدعان طلع كويس. السراويل بتاعته زي الفل، فما شاء الله ابتدى يحلو. وبردك بما اننا جينا هنا هوك ما شاء الله هم راحوا فين الزغلولين دول كده بردك خلاص يا جدعان. اخر بردك فيديو كنا شايفينهم كانوا حلوين، بس الفيديو ده بقوا حلوين قوي ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده يا جدعان. قلبين طوب دول بردك نقدر ننقلهم على كده، بس هنسيبهم بردك يومين 3 نعمل فيديو بقى لفطام الزغاليل والسن المناسب اللي هتفطم فيه وتفطم ازاي عشان اللي ما يعرفش تمام. نعم عايزين ايه؟ جايين تعملوا ايه؟ عايز ايه برضه؟ مش فاهم انا. يلا يا بابا هش خافوش. يلا تعالى بسم الله بسم الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. في قصيدة بتقول بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني وإن أخطأت فاعذروني. يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين الأجداد والآباء إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء. كل لاحق بالله منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسف يا جدعان انا صوتي زباله طبعا، صلوا على النبي. المهم كده بنوش كده على نفسنا يا جدعان في الفيديو، يعني مش هنخليه كده. الجو طبعا الجو يا جدعان امبارح قلب عفره وقلب مش عارف ايه، والشمس بصوا طالعه صفرا والدنيا مصفره. طبعا الزغاليل بصوا انا روقت جوه وما روقتش هنا ولسه ما طلعتش اي حاجه، يعني الواحد زي ما قلت لكم كنت راقد على السرير ما كنتش بقوم، فالحمد لله رب العالمين. دولك كبروا شويه ودولك كبروا شويتين ودولك كبروا شويتين 3 4 شكلهم خدوا بعض، شكلهم طالعين دكر وانتهوا وخدوا بعض. ايه ده في هنا تاني ده الزغلول الباكستاني. وما شاء الله برضك في الزغلول الباكستاني واخوه هو. فعلى كام زغلوله ننقلهم وهنطلع المانيور اللي زي ده ونبتدي ان شاء الله يا جدعان نشتغل معاهم نش ونروق عليهم الدنيا. فيا رجاله الفيديو هذا الفيديو او الفيديو هذا فانا طالع بس اطمنكم عليا، مع اني ما نمتش من امبارح ومش قادر اتحرك ومش شايف قدامي، بس الحمد لله رب العالمين قلت كده نطلع نطمنكم عليا ونطمنكم عن الحاجه وايه اللي حصل. الحمد لله يا جدعان. فهو ده كده الفيديو بتاعنا النهارده، وان شاء الله من الفيديوهات الجايه بقى نبتدي نشتغل صح. انا عمال الفيديو اللي فات قلت لكم كده بس كنتش عارف اني هتعب والله. فالمهم بعد ما تعبنا وكل حاجه عدت على خير وعرفكم الدنيا والجديد والاحوال واللي حصل واللي ما حصلش، وعلى الله انتظرونا في الجديد. كان معكم يوسف صبحي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.